ولكن اذا تبين بان راه ما كاينش عج وما عمر ما غادي يكون عج، اش كتسير الحكومه باش دابا هادوك المستضعفين ديال المتقاعدين؟ والحقيقه الموضوعات ديال الصناديق بثلاثه كثيره ومحطوطه في لا سي دي جي، كيقولوا هذا الشيء باش ما يزيدوا شي بعدا لي روتريتي، وقت ما داو لي روتريتي ولا دوينا حنايا. وحتى البارحه في مجلس المستشارين النواب ديالنا ديال الاتحاد المغربي للشغل امام السيده وزيره الاقتصاد والماليه طرحوا لها الاشكاليه ديال المتقاعدين والمتقاعدات من اجل الزياده. ولكن بان لان الحكومه ربما بدات كتخلى على هذه النقطه ديال الاصلاح، لان حتى الولايه الحكوميه ما بقاش بزاف. وحنا عندنا استعجال غير باش الحكومه تقول بان واجهت هذا الملف وتظلم الاجراء لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ليس هناك استعجال. دابا اكاد اقول ان الولايه الحكوميه قد انتهت، وبان هذا الملف غادي يبقى مفتوح مع الحكومه اللي غتجي، ما عرفناش شكون هي، وهذا اللي قالته السيده الوزيره البارح. متابعي قناه الخبر اليقين 24، اهلا بكم في هذا الموجز الاخباري. السلام عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا لكم فيديو جديد نتاع مخارق في تصريح مزلزل قال باللي صناديق التقاعد فيها مليارات الدراهم، لكن سوء الحكمة هي اللي خلات الحكومات السابقة ولا حكومة أخنوش أنها ما تزيدش المتقاعدين والأجراء. نخليكم مع تفاصيل أكثر مع الفيديو. ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات، اللي أول مرة يشوف القناة يشترك، ونبداو على بركة الله. أصلا المعاشات مهودة، ثم الزيادة في الاشتراكات. ها أنتم ترون كل شيء الموظف والأجير هو اللي غادي يتحمل الكلفة ديال اللي كيسميوهما الإصلاح، ونحن لا نطلق على هذا الشيء الإصلاح، لا. السؤال اللي مطروح الكبير اللي كنقولوا لهم وقلنا حتى السيد رئيس الحكومة ووزيرة المالية، أين ذهبت الاشتراكات لي كوتيزاسيون ديال الأجراء لا في القطاع الخاص ولا القطاع العام، لأنها كانت تقتطع من المنبع وتعطى للصناديق الثلاث. كيقولوا خاوية، يعني خص الإصلاح ولا ما بقى والو. هذا كذب وبهتان. اللي كيقول لك بأن الصناديق خاوية ما عارف والو. الصناديق بثلاثة: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد السيمار، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لهم من المليارات كفائض محطوطة في صندوق الإيداع والتدبير السي دي جي. فكيجيو يهولوا الصناديق خاوية بأن ما غادي نلقاو باش نخلصوا معاشات التقاعد في 2025. الكذوب. ها هي جات 2025، شوية قالوا لنا 2028 غادي نقولها بالفرنساويه يلا غادي يبداو ياكلوا في لي ريزيرف تكنيك، ماشي غتخوه لي ريزيرف تكنيك غادي يبداو يتوشوا فيهم. وثاني لا، شويه قالوا لنا لا راه البريمي ديفيسيت تكنيك حتى 2031. والحقيقه الموضوعات ديال الصناديق بثلاثه كثيره ومحطوطه في لا سي دي جي، كيقولوا هذا الشيء باش ما يزيدوا شي بعدا لي روتريتي، وقت ما داو لي روتريتي ولا دوينا حنايا. وحتى البارحه في مجلس المستشارين النواب ديالنا ديال الاتحاد المغربي للشغل امام السيده وزيره الاقتصاد والماليه طرحوا لها الاشكاليه ديال المتقاعدين والمتقاعدات من اجل الزياده. وحتى هاد المتقاعدين ما نساو السيده الوزيره، وهذا الشيء كنظن متفق عليه الجميع، ان مئات الالاف ديال المتقاعدين هم نساء ورجال افنوا سنوات العمر ديالهم في خدمه الوطن، وساهموا في بناء الاداره والمرافق والمؤسسات العموميه والمقاولات الخاصه، وكانوا حياتهم كامله كيديو الضريبه ديالهم على الدخل بانتظام، وبالتالي هما اليوم كيعيشوا أوضاع اجتماعية أقل ما يقال عنها أن أوضاع مزرية بسبب ضعف المعاشات من جهة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات من جهة أخرى. طيب، يعني سؤال آخر، يعني فين وصلت هذه القضية ديال الإصلاح؟ يعني اللجنة ديال إصلاح التقاعد، وحنا دابا الحكومة يعني قربت تسالي الولاية ديالها، كنا كنسمعوا كاين شي دراسات، كاين شي واحد مقترح، كاين رفض ديال النقابات. أين وصل ملف إصلاح التقاعد في علاقته مع الاتحاد المغربي للشغل وباقي يعني المركزيات النقابية؟ هذا الملف ديال التقاعد بزاف الناس كيدويو واخا من قبة البرلمان وما كيفهموا شيء، كيطالبوا من الحكومه تسرع في تنزيل هذا الشيء، واللي كنتعجب ليه هاد الناس المعارضه اللي خصهم يدافعوا على الفئات الشعبيه والعماليه. الملف ديال التقاعد ما ندويش لك على ما وقع مع الحكومات السابقه، مع هذه الحكومه بغاو يديروا رفع سن التقاعد ل 65 سنه، التخفيض من معاشات التقاعد من خلال طريق. دابا حاليا جات هذه الحكومه ديال سي عزيز اخنوش وطرحوا لنا هذه الاشكاليه، قلنا لهم لا، بقينا ثابتين.
قلنا لهم اجي بعدا ما تجيوش قلنا نزيدوا ب 65 عام لكل شيء. انا نعرفوا اش كاين في الصناديق ديال التقاعد، وما تجيوش قلنا كل شيء. كاين صناديق اللي هي غنيه بحال صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، هذاك دي مليار ما غادي يعرف اول عز تقني حتى ل 2050. قلنا لهم غندير واحد اللجنه تقنيه اللي فيها الحركه النقابيه، ارباب العمل، الادارات العموميه، وندخلوا المدراء ديال صناديق التقاعد بثلاثه باش يعطيونا الحقيقه وكل الحقيقه، وما نبقاوش غير في الاورديناتور كيقول لنا راه غادي يكون ديفيسيت وكيجيبوا لنا هذوك لي شيما ودوك لي جرافيك. بواحد الجهد كبير طلب لنا 2 الجلسات مع السيد رئيس الحكومه ووزيره الماليه والاقتصاد، عاد اقتنعوا باش درت اللجنه ودرنا هذه التقنية. اللجنه التقنيه وبدات كتجتمع في كل صندوق ودراسه كل صندوق على حده، وبدا يتبين بان الصناديق ليس في عجز، بل وهنا كنبغي باش نحيي السيده الوزيره ديال الاقتصاد والماليه، تبين وتاكد ما كان الاتحاد المغربي للشغل يقول، هناك سوء تدبير ديال المدخرات المنخرطين وسوء الحكامه ديال هذه المدخرات، وبالتالي اللجنه التقنيه كتجتمع في كل صندوق، وحنا بالطبع ما نبغيو لهذه الصناديق الا الخير، ولكن اذا تبين بان راه ما كاينش عجز وما عمر ما غادي يكون عجز، اش كتسير الحكومه باش دابا هادوك المستضعفين ديال المتقاعدين؟ مخريق وضح باللي صناديق التقاعد لا تعاني من أي عجز ولا إفلاس كما كيروجوا لها الحكومات، بأن صناديق التقاعد صافي خوات ما بقاش فيها باش غادي يخلصوا معاشات التقاعد، ما بقاش فيها باش غادي يزيدوا المعاشات للمتقاعدين، ولكن عكس ذلك بعد ما تمت دراسة كل صندوق على حدة اللي داروا اللجنة التقنية نتاع إصلاح التقاعد، اكتشفوا حقيقة اللي هي صادمة أن صناديق التقاعد فيها مليارات الدراهم، خاصة الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد فهو مملوء على الآخر وما غاديش يكون فيه عجز، يعني حتى 2050 عدد يكون فيه عجز. مخرق شدد كذلك على الاستعمال نتاع الرفض التام للثالوث الملعون اللي هو زيد في سن التقاعد وزيد في قيمة المساهمات ونقص من قيمة المعاش. قال باللي هاد الحلول ما كتسمنش ولا تغني من جوع، وشدد الرفض ديالو نقابته كذلك نتاع الاتحاد المغربي عن هذا المقترح اللي جات به الحكومة، وما غاديش تقبلوا حتى شي نقابة، ما باغينش يضربوا في القدرة نتاع الأجراء وكذلك نتاع المتقاعدين. باش نعطيكم كل الحقيقه بغيت نرجع معك لواحد الاشاره لمحتي ليها، ولكن بغيتك توضح فيها اكثر على ان الا كان يعني الاجراء كيقطعوا يعني الاقتطاع من المنبع في الصناديق يعني وكيأديو الواجب ديالهم، اذا كيفاش درنا وصلنا لهاد القضيه ديال الافلاس وضروره الاصلاح اللي كتكلم عليها؟ وهذا بكل اعتزاز وافتخار اللي بينوا الاتحاد المغربي للشغل. واسمح لي باش نقول لك سوف لن نستعمل حنا في الاتحاد المغربي للشغل، وكنطلب من الجسم الصحفي هذه القضيه ديال افلاس الصناديق ما كاينه شيء، فهو تهويل وكذب وبهتان. انا قلت لك المليارات ديال الدراهم محطوطين في صندوق الايداع والتدبير، كانوا كيخلصوا لي كوتيزاسيون ديالهم، جميع الاطراف كانت كتخلص بما فيها الدوله. دابا الا رجعنا هذه واحد الحكومه جات هي طرحت لنا هذا الملف ديال التقاعد، وقلنا لهم هي مشي زطوا حكم جطوا الله يذكروا بخير، جا بطيبوبته بغا قال لك يزيد في الانخراطات ديال الموظفين. قلت له السيد رجطو مع كامل الاحترام، واش كتعرف بان الدوله كمشغل لم تؤدي ما بذمتها الانخراطات ديال الدوله، لان يخلصوا الاجراء الموظفين والدوله حتى هي. قلت لي ما ادتش الاشتراكات ديالها منذ عام 1960 ما خلصتش لا كوت بار ديالها ديال الدوله. اكثر من هذا الانخراطات ديال الموظفين والاجراء كنت كتشدهم باش ديرهم على حساب المعايير ديال تدبير صناديق التقاعد، دير لهم لا كابيتاليزاسيون لي زانفيستيسمون، كنت كديرهم في الميزانيه ديال التسيير ديال الادارات العموميه. هذا لا يليق، مخالف لقواعد الحكامه. فما طيقش، مشاو بحثوا من بعد اللقاء اسبوع من بعد اجتمعنا معاه ومسكين اعترف ودار واحد ليشيونسي باش خلصوا سنه والشيء الاخر ما خلصوا شيء، مازال مستمر هذا الوضع هذا. وكان انذاك يقدر ما بذمه الدوله ب 18 مليار ديال الدرهم. تخيلوا معي كون ديك 18 مليار ديال الدرهم استثمرت احسن استثمار، كرة العائدات موجوده. كيفاش وصل العجز لهاد الصناديق الا كانت الدولة
والمشغل كذلك اللي هو الأجير كيخلصوا ما بذمتهم لهاد الصناديق، كيفاش وصل العجز والإفلاس لهاد الصناديق. ولكن المفاجأة الكبرى هي أن الدولة ما كانتش كتخلص الاشتراكات ديالها، وداكشي اللي كان في الذمة ديالها ما كانتش كتخلصو. وتقريبا من عام 1960 تصور معايا أنه من عام 1960 الدولة ما حطاتش الاشتراكات ديالها في هاد الصناديق. فكيف إذن أن هاد الصناديق غادي تكون خدامة بشكل عادي، وما كانش فيها واحد الحكامة نتاع التسيير والتدبير باش هذيك المدخرات نتاع دوك الصناديق يستثمروهم في شي مشاريع اللي هي غادي تدر عليهم بمنافع للصناديق، وتكون هناك زيادات دائمة في معاشات التقاعد. وكانت في ديك الوقيته كان كيتسال الدولة 18,000 درهم، 18 مليار درهم عفوا. يعني ما بالك الآن شحال كيتسال الدولة وشحال باقي في الذمة ديالها. رحنا دابا في 2026. ولكن بان لان الحكومه ربما بدات كتخلى على هاد النقطه ديال الاصلاح، لان حتى الولايه الحكوميه ما بقاش بزاف. وحنا عندنا استعجال غير باش الحكومه تقول بان غير ميوال واجهت هذا الملف وتظلم الاجراء لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ليس هناك استعجال. وقلنا لها نديروا هذه اللجنه التقنيه، وفعلا لزمنا عليها وكتشتغل بكل صندوق على حده، وما كاينش هناك استعجال. غير نخليوها تاخذ القرارات الغير صائبه باش تلوح الناس للفقر والفقر، فملي يخرجوا التقاعد لا ثم لا. دابا اكاد اقول ان الولايه الحكوميه قد انتهت، وبان هذا الملف غادي يبقى مفتوح مع الحكومه اللي غتجي، ما عرفناش شكون هي. وهذا اللي قالته السيده الوزيره البارح حينما طرح عليه هذا السؤال. كنشتغلوا في كل صندوق على يعني حده. هذا الملف من حكومه ديال جطو، على ما فهمت. جطو، حزب العداله والتنميه، يعني جوج الولايات. دابا الحكومه هذه ما باقيه الوضع كما الحكومه لا، شوف في الدنيا كلها، وحنا كنتبعوا مع الحركه النقابيه الدوليه في العالم كله، الصناديق ديال التقاعد كيعرفوا هاد الهزات في الدول اللي ما كتطبقش القواعد ديال الحكامه ديال المدخرات الاجراء. ما كيشدوا شي لي كوتيزاسيون ديال الاجراء موظفين ولا قطاع خاص وكيديروهم في الميزانيه ديال التسيير كيبنيو بهم ولا التجهيز ولا شي حاجه. لا، هادوك كاين القواعد ديال التدبير ديال هذه المدخرات اللي ماشي انا اللي كنقولها. منظمه العمل الدوليه بجنيف كتقول لك هادو لي بارن ديال لي سالاريي خاص تكون اولا الامان ديال هذه المدخرات، لا سيكوريتي دو لي بارن. ماشي تجي وتمشي تلعب بهم اون بورس مثلا، شي نهار غادي تفلس البورصه وما غادي يلقاو الناس باش يتخلصوا. دونك لا سيكوريتي دو بارن، لا رونطابيليتي، المردوديه ديال هذه المدخرات. ماشي بحال دابا واحد الوقت المدخرات ديال لا سي ان اس اس كانوا كيتحطوا ب1%. كاين شي فلوس دابا كيتحطوا افيك روندمون ديال 1%. الحماقه نضنا كنغوتو. دونك تكون لا رونطابيليتي ديال هاد لي بارن. ومن بعد كيقولوا هاد المدخرات ديال المنخرطين خاص تكون في الرفاهيه ديال المنخرطين، لو بياناتر دي كوتيزون. هادشي ما كانش. لا سيكوريتي دو لي بارن ها محطوطين في السي دي جي، ولكن شي نهار شي صندوق ما يبغي يقول صندوق الايداع والتدبير اعطيني فلوسي بغيت نبني بهم دور للترفيه للمتقاعدين، تقول لهم ما عنديش، كاينها في الوراق. من بعد لا رونطابيليتي والو. ومن بعد عمرنا شفنا شي صندوق هادو الثلاثه اللي عندنا دابا بنى قرى سياحيه او دور للسكن او لو بياناتر ديال المنخرطين، لان فلوسهم هادوك دابا اللي كينساو بعض المسؤولين راه ماشي فلوس الدوله، سي الانخراطات ديال المنخرطين في القطاع الخاص او القطاع العام. وهكذا كما قلت لك كيعرفوا الصناديق في دول العالم بعض الهزات، ولكن كيدبروها بحكمه. وحنا طبيعي عندنا باش يكون هذا الشيء، لان ما بقاش توظيف في الوظيفه العموميه. قواعد الحكامه ما مطبقاش في الصناديق الاخرى، ولكن هذا هو دورنا حنايا كحركه نقابيه، وهو التصدي للقرارات الحكوميه اللي غادي تكون غير صائبه وليست في صالح المنخرطين. وفي جواب على أن الحكومة بدات كتخلى على الملف إصلاح التقاعد، الميلودي مخريق قال باللي ما عندناش حنا استعجال نتاع الإصلاح إلا كان شي إصلاح في مصلحة الأجير والمتقاعد. ولكن بالنسبة للمتقاعدين فالإصلاح هو شيء مستعجل باش تكون هناك زيادات في المعاشات وباش يحسنوا الوضعية المعيشية المزرية ديالهم، وكيتسناو قبل ما تنتهي الولاية الحكومية أن المعاشات تزاد. ولكن مادام باقي الإصلاح ما كملش وما كملوش يعني شنو غادي يكون في المقترحات نتاع الحكومة والنقابات بالنسبة لرفع سن التقاعد
وبالنسبة للمساهمات فملف إصلاح التقاعد وملف المعاشات غادي يبقى حتى الولاية الحكومية الجاية، على حد تعبير مخرق اللي قال بأن الولاية الحكومية أشرفت على الانتهاء والملف غادي يبقى مفتوح مع الحكومة الجاية. هذه الزياده في الاجور انعشت الصناديق بطبيعه الحال. الزياده في الاجور انعشت صحيح، ولكن الغلطه الكبيره اللي دارت المقاربه خصها تغير لهذا الورش ديال الاصلاح التقاعد تماماً. على ضوء يعني المستجدات اكيد تماماً. لان المجتمع المغربي دابا صحيح عرف ان مجموعة هاد ديال الزياده في التغيرات، الاجور وحتى فرنسا في راه كان الوظيفه عندها إشكال. العموميه انعشت شيئا ما، ولكن خليني نقول لك الحكومه باش تعرف ما عندهاش البوصله. هذوك الاخوان اللي في التعليم اللي كانوا كيسميهم الاساتذه المتعاقدين. الذين فرض عليهم التعاقد وراه قالوا حيدوا التعاقد. من بعد الحراك التعليمي، وكنبغي نحييهم هنا ونحيي الاخوان الحركه النقابيه ديال الاسره التعليميه. ولكن عاوتاني راه شفنا البلاغ ديال التنسيقيه، راه مازال كاين هاد التنسيقيه هذه مزيان. كتنفي كتقول لك حنا مازال متعاقدين لا، لا. مع الاكاديميات الجهويه، غير بلاتي نقول لك، شوف. لان واضحه خلال مناقشه مشاريع قانون الماليه الصالير يعني الميزانيه ديال الاساتذه اطر الاكاديميات كيدخلوها مع اللوازم المدرسيه والميزانيه نعرف ديال بلاتي نقول لك باش الاستثمار إلى دابا حنا كنا كندويو على صناديق التقاعد، وجبت لك انا هاد الاخوان والاخوات الذين كانوا قد فرض عليهم تعاقد. واش كتعرف الحكومه اش دارت من بعد الحراك والاضرابات دخلوهم الى هاد الصناديق اخره؟ فعلاً. دخلتهم لواحد الصندوق اللي عنده يعني الفياض بزاف، وهو الاسر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. قلنا لهم الله يهديكم، علاش ما تدخلوهم شيء؟ وهذا كان مطلب ديال هاد الهيئه التعليميه، علاش ما تدخلوهمش للصندوق المغربي للتقاعد لا كاس ماروكان دو روتريت سيمار، اللي شويه توازنات نظرا بان الدوله ما بقاش كتوظف في قطاع الوظيفه العموميه. هو ما جاب لكم الله 150 الف، علاش ديتوهم للصندوق اللي ما عنده لا عجز لا والو؟ عاد قال لك عندكم الحق الاخوان ديال الاتحاد المغربي للشغل وحولوهم من هاد الار سي ار لا كاس ماروكان دو روتريت. ها انت كتشوف القرارات اللي غير صائبه واللي كتزج بمجموعه ديال الامور الى ما شي هو معقول. بالنسبة للزيادة في الأجور الأخيرة كان عندها واحد الصدى على صناديق التقاعد، أنعشت الصناديق، ولكن الحكومة المشكل نتاع أن ديك الزيادة اللي كانت نتاع الأساتذة المتعاقدين باش تحطهم في صندوق المغربي للتقاعد باش توازن ما بين الصناديق اللي هو هذاك الصندوق اللي كيقولوا بأنه فيه عجز، هي مشات وهزات هذوك الأساتذة وحطاتهم في صندوق اللي هو عامر فلوس، عامر مليارات الدراهم فيه، اللي هو صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. المشكل أن قرارات الحكومة كتكون دائما غير صائبة، ولهذا دائما الأجير والمتقاعد كيكونوا دائما هما الضحايا في هذه المسألة كاملة. فالمتقاعد الآن كيتسنى زيادة في المعاشات ديالو بفارغ الصبر، ولكن للأسف كما شاهدنا في معظم التصريحات اللي كتجي بها لا الحكومة ولا اللي جا بها عزيز أخنوش ولا اللي جات بها وزيرة الاقتصاد نادية فتاح العلوي مؤخرا في مجلس المستشارين، ولكن ما سمعتوا دابا بالنسبة للتصريح نتاع مخارق فما كاينه لا زيادة في المعاشات إلا كملوا أو تموا إصلاح التقاعد. فشكرا لكم على حسن المتابعة، نضرب لكم موعد آخر في فيديو جديد وشكرا.